أهلي عايزين ياخدوا بيتي ويدوه لأخويا عشان هو محتاجه أكتر مني. أنا غلطانة؟ أنا بنت عندي 26 سنة، بشتغل مهندسة ووضعي المادي كويس جدا لأني بدأت شغل من بدري وحوشت قرشين كويسين. عندي أخ عنده 29 سنة، هو الابن الذهبي للعيلة، مدلل جدا وعمره ما شال مسؤولية، وأي مشكلة يقع فيها بابا وماما يجروا يحلوها مكانه. الموضوع بدأ لما جدتي الله يرحمها سابت لي أنا وأخويا ورث. أنا ورثي كان عبارة عن بيت قديم وصغير ومحتاج ترميم يهد الحيل، وأخويا ورث مبلغ كاش محترم جدا، أضعاف قيمة البيت وقتها. هو طبعا طير الفلوس كلها في أقل من سنتين على عربيات وسفر ومشاريع فاشلة. أنا بقى مسكت البيت ده وصرفت عليه كل تحويشة عمري، رممته وخليته تحفة فنية، وبقيت عايشة فيه ومستقرة. دلوقتي أخويا اتزوج وزوجته حامل، وطبعا هو معهوش مليم يجهز شقة ولا حتى يأجر مكان عدل. الأسبوع اللي فات أهلي عزموني على الغدا وقالولي إحنا لازم نتكلم. قعدوا يمهدوا ويقولوا إن العيلة لبعضها وإن الأخ سند لأخته، وفي الآخر فجروا القنبلة، عايزيني أتنازل عن بيتي لأخويا عشان يعيش فيه هو ومراته وابنه اللي جاي، وأنا أرجع أعيش مع بابا وماما في أوضتي القديمة. قالولي بالحرف: انتي لسه سنجل ومش محتاجة بيت كامل لوحدك، لكن أخوكي بيأسس أسرة ومحتاج استقرار، والبيت ده أصل ورث العيلة. أنا طبعاً ذهلت ورفضت فوراً، قلت لهم إن ده تعبي وشقاية وإن هو ضيع ورثه بإيده. قامت القيامة، أمي قعدت تعيط وتقول إني أنانية وبكره أخويا، وبابا قال لي إني عاقة وبفضل الفلوس على الدم. مشيت من عندهم وأنا منهارة، ودلوقتي تليفوني ما بيبطلش رن شتايم وتأنيب ضمير منهم ومن قرايبنا. يا جماعة، هل أنا غلطانة إني متمسكة ببيتي وسايبة أخويا ومراته الحامل في الشارع؟